هذا ردي على الدكتور. خلوني ارد على الطرطور الان. حد يفرح بالقصف الإسرائيلي. لحظة. أول مرة سأتنازل لهذا المهرج، أو اسمحوا لي أيها المتابعون الكرام الموملي، الإخوة الكرام، اسمحوا لي، أنا والله أنني أترفع عن هذه الأشكال. أنا أترفع ولا أحب أنني أنزل إلى هذا المستوى الرخيص لمثل هؤلاء البهلوانيون والمهرجون الذين يلمعون جماعة الحوثي. وأنا سنتكلم، هو تكلم بالإشارة وأنا سأتكلم بالإشارة، وعادة أنا لا أنزل إلى هذه المستويات، والمتابعين الذين يتابعونني يعلمون بطريقة أسعد الشرعي، لا أنزل إلى مستوى السفهاء ولا الشوارعيين أبدا. أنا أتكلم مع دكاترة، مع مختصين، مع أكاديميين، نناقش الناس، نعمل، نأخذ، لكن هذه النوعية أنا لا أتطرق إليها إلا هذه المرة، ولم أعيره اهتماما عمري إلا هذه المرة، لأنه عمل حركة تدل على أنه شوارعي وتربيته فيها خلل. اسمعوا ماذا قال، وأنا أعتذر من الإخوة اليمنيين لأنه ربما لن يفهم الحركة إلا اليمنيين. الإخوة الذين من خارج اليمن خلوا الحركات هذه بيننا احنا كيمنيين، هو يفهمها وأنا سأرد عليه بطريقة يفهمها. شوف، ما حد يفرح بالقصف الإسرائيلي على إيران إلا واحد. ما حد يفرح على القصف الإسرائيلي على إيران إلا واحد. وأنا يا مومري سأقول لك والله ما كان يفرح بقصف الإيرانيين للسوريين إلا واحد. وأقول لك يا مومري والله ما كان يفرح بالبراميل المتفجرة الإيرانية التي كانت تسقط على رؤوس السوريين إلا واحد. أقول لك يا مومري قسما بالله ما حدا رأى مخرجات صدنايا وشيعة الشوارع وفعايل إيران في سوريا إلا واحد. وحسن والله ما كان يؤيد إيران وهي تفتك وتهتك أعراض السوريات وتقتل الكبير والصغير والمرأة وتقتل 1.5 مليون سوري إلا واحد. حسن ما يشتذ هكذا تذ من حقنا من حق اليمن، والله انك تستاهل. وصلوها للمومري وقولوا له مرة ثانية يتأدب، وإلا قسما بالله العظيم ألا لا يجهل أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين. هذا المهرج نستطيع إسكاته وإفحامه بشكل مطلق. هذا متحوث ومتلوث ومتحول حوثيا، وحتى أسلوبه قبيح جدا. وأنا رديت عليه مع كل الاحترام والتقدير لمن يستمعون إلي الآن في تويتر وفي اليوتيوب أنني آسف جدا. أنا كلمته باللغة الذي يفهمها وقالنا وأنا أعطيته التي هي معاني أخرى، وربما أن تربيته شوارعية وإلا لما تكلم بهذه اللغة التي لا ترقى إلى المستوى. شوفوا التبرير أننا لماذا نفرح. شوف يعني قال لك أن احنا نفرح لإيران لأنهم يجلدون. لا شوف اسمعوا تيت بس مش تدخل داخل، لا تدخلش داخل. شوفوا بالقصف الإسرائيلي على إيران ليش احنا بنقول لك ليش 1.5 مليون سوري بس ما كفاك يا دومري أو مومري؟ 1.5 مليون سوري قتلتهم إيران مسلمين. عادي 1.5 مليون عادي، ما بلد 1.5 مليون شهيدهم قتلتهم إيران. ألا يكفي هذا أن نفرح أن الله انتقم لهؤلاء المظلومين؟ ليش يا مسلمين تفرحوا بالقصف على إيران؟ يا أخي ما شفت صدنايا؟ ما شفت أنه نسوان اغتصبوهن سوريات وحملين وولدين وخارجين ومحن 4 من داخل صدنايا؟ ما شفت المكبس الكهربائي؟ ما شفت الحفر الذي كان يحفرن حسن نصر الله ويدفن فيهن السوريين؟ وش يقول لي ليش؟ وشوفوا ايش برر. لا يتكلمون عن مذابح إيران في السنة وفي المسلمين في سوريا، ناهيك عن العراق وعن اليمن وعن لبنان. ايش قال؟ ايش السبب؟ ايش المبرر؟ ايش المبرر يا روح امك؟ ايش المبرر يا حباب البلقه؟ ما قالوا لكم عتضحكوا علينا؟ ما هو يا مومري والله كلامك مثل المره. يا روح امك حتى تتغدوا معانا. ما قلت يا مومري؟ ايوه يقول لك هؤلاء شيعة. ايوه هؤلاء بتشوفوا كيف بيجلدوا انفسهم. لا يا روح امك ما ايدنا ضرب ايران لانهم يجلدوا انفسهم. لا تغالط ايها الشوارعي المهرج والبهلواني. لم نؤيد ضرب ايران ولم نفرح بضرب ايران لانهم يجلدوا انفسهم. يجلد ابوه وجده، واذا يريد احنا نجي نتبرع نجلد ابوه
ونجلده، وسيظلوا يجلدوا أنفسهم، لأنه هذا عقاب، لأنهم ولغوا في عرض أمنا عائشة رضوان الله عليها وسلام الله عليها، وربي كتب عليهم الجلد إلى يوم القيامة، يجلدوا أنفسهم بأيديهم. ما نؤيد وما نفرح ضرب إيران لأنهم يجلدون أنفسهم أيها المدلس أيها المهرج، نؤيد لأنهم إرهابيون، لأنهم قتلوا السوريون، لأنهم يجرفون هوية الناس، لأنهم أدخلوا الناس في صدنايا، لأنهم اغتصبوا النساء، لأنهم دفنوا النساء أحياء في الحفر، لأنهم أعاثوا الفساد ونشروا القتل والدمار والإرهاب في سوريا وفي اليمن وفي العراق وفي تونس. يكفيك، أنا أعطيتك أكثر من حجمك، واعتذر عن المشاهدين الكرام أنني نزلت إلى مستوى هذا المهرج وهذا المتحوث والمتحول حوثيا.